بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة الأعداد غير النسبية نون شرطة. أولا نراجع على الأعداد اللي أخدناها قبل كده. أول مجموعة عندي من الأعداد كانت مجموعة الأعداد الطبيعية اللي بنرمز لها بطه، واللي هي الأعداد 0 1 2 3 طبعا إلى ما لا نهاية. هي مجموعة غير منتهية من الأعداد، اللي هي الأعداد الموجبة زائد الصفر. طيب الأعداد الصحيحة اللي بنرمز لها بصاد هي عبارة عن 3 حاجات: سالب، موجب، وما بينهم صفر. يبقى هي الأعداد السالبة والأعداد الموجبة والصفر. وطبعا هي برضو مجموعة غير منتهية من الأعداد. أما مجموعة الأعداد النسبية فهي عبارة عن مجموعة الكسور. الكسور بقى والأعداد العشرية يبقى هي اللي بنرمز لها بنون، وهي عبارة عن س، حيث أن السين ديت هي ألف على ب، يبقى هي كسر. الألف والب أعداد صحيحة، والب لا تساوي صفر، يبقى شرط الوحيد للعدد النسبي ان المقام ما كانش بيساوي صفر. دي الاعداد النسبيه اللي هي ايه؟ الكسور. طب الاعداد بقى غير النسبيه اللي احنا هندرسها دلوقتي، يبقى العدد غير النسبي هو الذي لا يمكن وضعه على صوره الف على ب، غير نسبي، يبقى ما ينفعش يبقى نسبي، ما ينفعش يبقى كسر. حيث الالف اتفقنا ان هو ايه؟ الالف والب بينتموا للاعداد الصحيحه، والب طبعا ما بتساويش الصفر، ده في الاعداد النسبيه. يبقى العدد النسبي هو الكسر، غير النسبي اللي ما ينفعش يبقى كسر. طيب مجموعة الأعداد النسبية هنوضحها برضو تاني. الجذر التربيعي لواحد لو حطيناه على الآلة الحاسبة كده هيطلع لي ايه؟ واحد. جذر التربيعي لأربعة هتديني اتنين. جذر التربيعي لتسعة هتديني تلاتة. طيب دي الأعداد اللي ليها جذر، أول ما بحطها على الآلة الحاسبة بتطلع لي عدد صحيح، الناتج بتاعها عدد صحيح. في الحالة دي اسمها أعداد نسبية. ليه؟ لأن الجذر التربيعي بتاعها اداني عدد صحيح، الناتج بتاع الجذر التربيعي اداني عدد صحيح. إنما الجذر ده لو كان مثلا جذر اتنين، اللي هو ما بين الواحد والأربعة، ما جذر واحد بيديني واحد وجذر أربعة بيديني اتنين. طيب جذر اتنين أو جذر تلاتة هيديني ايه؟ هيديني واحد وشوية، يعني مش هيبقى عدد صحيح. الناتج من الجذر التربيعي مش هيديني عدد صحيح. في الحالة دي الجذر التربيعي للاتنين مثلا أو التلاتة مش هيديني عدد صحيح، يبقى العدد ده عدد غير نسبي. يبقى من الآخر الأعداد غير النسبية ايه هي؟ هي الجذور الجذور التربيعية اللي لما بحطها على الآلة الحاسبة ما بتطلعليش ناتج عدد صحيح. طب نفس الكلام في الجذور التكعيبية. لو أنا جيت حطيت على الآلة الحاسبة الجذر التكعيبي للواحد هيديني واحد، عدد صحيح اهو. طب لو جيت حطيت الجذر التكعيبي للتمانية هيديني اتنين، عدد صحيح. طب اللي ما بين الواحد والتمانية، لو قلت لك جذر التكعيبي للاتنين او الجذر التكعيبي للتلاتة او للاربعة للخمسة للستة للسبعة، دي كلها مش هتطلع لي اعداد صحيحة، مش هتطلع لي واحد مظبوط او اتنين، هتطلع لي واحد وشوية. طيب نفس الكلام الجذر التكعيبي للسبعة وعشرين اداني تلاتة. طيب اللي ما بين التمانية والسبعة وعشرين، يعني الجذر التكعيبي للتسعة هيديني ايه؟ هيديني اتنين ولا هيديني تلاتة؟ هيديني رقم ما بين الاتنين والتلاتة، يبقى مش عدد صحيح. يبقى الجذر التكعيبي للتسع او العشر او الحداشر او الاتناشر او التلاتاشر، كل الاعداد دي اسمها اعداد غير نسبية. زي الجذر التكعيبي للسبعة، حطها كده على الآلة الحاسبة مش هتطلع لك عدد صحيح. يبقى هي الجذر التربيعي او التكعيبي للاعداد اللي ما بتطلعليش عدد صحيح، الناتج بتاعها مش عدد صحيح. هنا بيقول لي اكمل باستخدام نون او نون داش، نون شرطة. الخمسة بتنتمي لنون ولا نون شرطة؟ طبعا الخمسة عدد صحيح، يبقى كمان عدد نسبي، واقدر اقول خمسة على واحد تبقى كسر، صح ولا لا؟ يبقى عدد نسبي. طب الجذر التكعيبي الناقص تسعة، حطها على الآلة الحاسبة، اديت لك عدد صحيح تبقى نون، اديت لك عدد غير صحيح كسر يعني تبقى نون شرطة، تبقى عدد غير نسبي. طبعا مفيش جذر تكعيبي لسالب تسعة عدد صحيح، يبقى نون شرطة. سالب سبعة من عشرة مفيهاش جذر بقى خالص، سالب سبعة من عشرة يعني عدد عشري، اللي هي كأنها سالب سبعة على عشرة يعني كسر، تبقى نون. ما هي النون يعني كسر. اتفقنا نون شرطة هو ايه؟
جذر تربيعي او جذر تكعيبي بس للاعداد كمان اللي ايه، اللي ما بتطلعليش ناتج عدد صحيح. طب الشكل ده ناقص 7 ما بين الخطين دول، ايه الخطين دول؟ معناها ان الخارج من الخطين دول يعني هيطلع لي عدد موجب، سواء بقى كان اصلا عدد سالب كان عدد موجب مش فارقه. ما هي ناقص 7 كانها ناقص 7 على 1، زائد 7 كانها زائد 7 على 1، يعني نون، مش نون شرطه، ما هوش جذر تربيعي ولا جذر تكعيبي، يبقى اكيد مش نون شرطه. هنا بيقول لي اختار العدد غير النسبي اللي ما بين التلاتة والاربعة. فين في دول عدد غير نسبي؟ اولا 3.5 وواحد على 8 دي بره اللعبه. ليه؟ ما هماش جذر. غير نسبي على طول عيني على الجذر، يا جذر تربيعي يا جذر تكعيبي. طيب انهي بقى جذر في الاتنين دول اللي ما بين التلاتة والاربعة؟ حط لي جذر 13 على الآلة الحاسبة هتلاقيها 3 وشوية، فهو حاجة ما بين التلاتة والاربعة، 3 وشوية. جذر التربيعي لل20 هيطلع 4 وشوية، يبقى ما ينفعش، انا بختار اللي ما بين التلاتة والاربعة. طيب عدد غير نسبي ما بين -2 و1، او العددين -3 و1.5، طبعا مش معايا، انا بتكلم على عدد غير نسبي، يعني جذر تربيعي تكعيبي مش فارقه، بس المهم جذر، يبقى العددين الاولين دول مش معايا اصلا. طب انهي واحد في دول؟ حط لي السالب، طبعا اساسا ده سالب، اكيد العدد اللي ما بين -2 و1 هو عدد سالب، يبقى سالب جذر تكعيبي التربيعي التلاتة دي على طول هتطلع لي عدد ايه؟ سالب، لان قبل منها سالب، السالب مش جوه الجذر، السالب بره الجذر. انما جذر التربيعي للاتنين ده عدد موجب، ازاي يبقى العدد الموجب ده ما بين عددين سالبين؟ يبقى طبيعي جدا ان العدد هو سالب الجذر التربيعي للتلاتة. ليه؟ لان اولا هو جذر فهو عدد غير نسبي، ثانيا هو عدد سالب فيبقى هو ما بين -2 و1. السالب بره الجذر، اتفقنا الجذر التربيعي ما ينفعش يبقى العدد سالب، ينفع جذر تكعيبي لعدد سالب، انما جذر التربيع ما ينفعش العدد سالب، يعني السالب ما ينفعش تبقى جوه الجذر التربيع، انما براه ماشي عادي، بره الجذر اوكي. فيبقى هي بره الجذر سالب جذر التربيع ل3 ما بين -2 و1.